أوضح النادي الإسماعيلي في بيانه أن المشكلة تم حلها بشكل كامل للاعب البوليفي كارميلو الجراناز، مع التأكيد الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على غلق الملف نهائيا. وأعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي صدر منذ ساعات نجاحه في إنهاء أزمته مع لاعبه السابق البوليفي كارميلو. وأوضح النادي الإسماعيلي في بيانه أن المشكلة تم حلها بشكل كامل، مع التأكيد الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم على غلق الملف نهائيا. وأكد الإسماعيلي أن هذه الخطوة تعتبر خبر سار لجماهير الدراويش، وتعكس جهود الإدارة الحالية في إنهاء الملفات العالقة. الإسماعيلي يعاني من الكثير من الأزمات المالية وإيقاف القيد، ويحاول مجلس إدارته حل هذه الأمور في أسرع وقت ممكن لعودة الدراويش إلى مكانته الطبيعية بين الكبار.